هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة. حين تختار أن تعيش بلا مقارنة لا يهمك أن تملك أكثر ولا أن تبدو أجمل ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك. تعيش ببساطة وصدق فتصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدى وأجمل. والله العظيم إذا وصلت لمرحلة في حياتك أنك ما تقارن نفسك مع غيرك بأي شيء، في رزق، في شكل، في جمال، في منصب، في حياة اجتماعية، في صداقات، في أي حاجة، والله العلي العظيم انك تعيش انسان سعيد من الداخل. ليه؟ لانك ما حطيت نفسك في المقارنه. ترى المقارنه صعبه جدا، صعبه وتتعب النفس وتتعب الناس اللي حوالينك. لا تقارن نفسك بشخص هذا طريقه غير طريقك، هذا الله رزقه شيء، هذا الله اعطاه جمال، هذا الله اعطاه مال، هذا الله اعطاه كذا، انت الله اعطاك اشياء. شوف النعمه اللي عندك، فلا تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك، لا تقارن نفسك باشياء انت الله كاتب لك هذا الشيء، الله معطيك هذا الامر، الله كاتب لك هذا الرزق. احمد الله بس، لا تقارن نفسك. هذا قصته غير قصتك، هذا رزقه غير، هذا حياته غير حياتك. من اللي كتب هذا كله؟